صباح الخير، يا رب تبقوا كويسين. شكرا خالص على التفاعل اللي جاء للفيديو اللي فات، بجد مكنتش متوقعة يعني. شكرا على كل حد اشترك في القناة. اتمنى القناة تكبر بيكو. النهاردة هنعمل مع بعض جدول كده بسيط للمذاكرة. تمام. اول حاجة هبدأ بيها ايه المحاضرات اللي عندي وايامها ايه. تمام. يعني مثلا عندي العربي سبت وتلات، كيمياء وهكذا. تمام، هعمله وارجع اوريه لكم بعد ما اخلص. ده كده المحاضرات الاونلاين اللي انا هاخدها يعني. تمام. عندنا السبت والتلاتة اتكرر اكتر من مرة، بدأت يوم السبت. يعني بصوا السبت كام مرة؟ 3 مرات سبت. تمام. فطبعا مش هقدر ان انا اسمع ال3 محاضرات يوم السبت، فهبدأ اقسمهم. انا عندي يوم الاحد ما عنديش اي محاضرات. تمام. يوم الخميس، لا يوم الخميس عندي احياء، يبقى يوم الجمعة. اليومين دول مفهومش اي محاضرات. تمام. فهبدأ اقسم دول على الايام دول. تمام. يعني مثلا العربي بدل ما هو سبت وتلات، انا عندي التلات متكرر مرتين. صعب ان انا اخلي السبت ده الجمعة اللي بعدها، لكن ينفع اخلي التلات هو ايه الجمعة. ممكن اخليها سبت، لا سبت وجمعة لا مش تنفع. محاضرة الجيولوجيا ممكن اخليها الحد بدل السبت، يعني اسمعها الحد، يعني هي اخليها الاحد. تمام. ايه تاني كده؟ عندي سبتين عربي وكيمياء مع بعض عمرهم ما يمشوا. تمام. لكن جيولوجيا مثلا عربي او كيمياء عادي. خلي الكيمياء لوحدها من رأيي، ونغير دول، خليهم حد وجمعة بدل سبت وتلات. ماشي. يبقى كده العربي حد وجمعة. الانجليش لسه مش عارفين. تمام. الفيزياء يوم الأربع، الكيمياء يوم السبت والتلات، الأحياء يوم اثنين وخميس، الجيولوجيا يوم الأحد. الانجليش لسه معرفش، مستر محمد رضوان لسه ما نزلش يعني. تمام. هعمل جدول كده كروكي للايام يعني. انا مش بحب اعمل جدول الساعه ده بالاسبوع او كده، انا بعمل جدول الايام اللي هو الماده اللي هذاكرها. وكل يوم الصبح بعمل التودو ليست العاديه، يعني هصحى الساعه كام وكده. كده كده بصحى يعني يعتبر بدري، مش متاخر. تمام. انا بحب اعمل اللي هو الجدول ده اللي هو اليوم وماده رئيسيه وماده فرعيه. يعني ايه مادة فرعية؟ مادة فرعية يعني لو ما تذاكرتش يعني خلاص مش مشكلة. تمام. يعني بنحاول في المادة الأساسية والمادة الفرعية يعني قدر الإمكان نذاكرها، وما تذاكرتش خلاص. تمام. عندنا يوم السبت، انا خلصت تسطير، بس في حاجة دلوقتي أنا المواد أغلبها بينزل الساعة 6 7 بالليل. تمام. فأنا هبدأ أذاكرها من 6 7 بالليل، مش هلحق. فأنا هاخد مثلا مادة الحد في يوم الاثنين، مادة التلات في يوم الأربع. فاهمين قصدي ايه؟ انا عملت الجدول كده. هتقولوا لي ليه حطيت الكيمياء هنا مادة فرعية وهنا الاحياء مادة فرعية؟ اقول لكم علشان سبب معين. انا دلوقتي الكيمياء حطاها هنا مادة اساسية هبدأ بيها، لكن هبدأ بيها كمان يوم الاربع. طب والانجليش هحطه فين؟ ففي يوم منهم هيبقى في انجليش، والمواد الفرعية دي هكمله برضو بالمواد الاساسية، بس لما اعرف ميعاد الانجليش امتى بالظبط. تمام. وهنا كده كده ده هينزل فيديو الواجب، فالواجب سهل ان انا يعني اسمع الفيديو بسرعة. كده كده انا هحل الواجب يوم الحد مع الكيمياء، مع الكيمياء ايوه اللي هو الكيمياء، واجب الكيمياء هحله يوم الحد. تمام كده. ده الجدول، ان شاء الله هنمشي عليه من اول يوم السبت اللي جاي. السبت اللي جاي ما عندناش عربي، فهاخد كيمياء عادي. فاهمين؟ يعني حسب دي كده التودو ليست بتاعتي. تمام. هبدأ. طبعا شايفين ان هي طويلة، لكن لا، انا مقسمة المحاضرة بتاعت الفيزياء على كذا جزء. تمام. يعني 4 أجزاء محاضرة الفيزياء، والواجب بتاعها لوحده. وبعد كده هبدأ في، يعني لا، هبدأ في محاضرة الرسم الأول، بس أنا نسيته ما كتبتهاش فوق يعني.
هبدأ في محاضرة الرسم، بعد كده هكمل محاضرة الفيزياء والبلاغة والحل الامتحانات بتاعتهم. هم كانوا بيقولوا ان هما 3 امتحانات، مش عارفة الاقيهم دلوقتي ولا لا، بس ان شاء الله يعني احاول ان انا اخلص كل ده. قدام اليوم كله طويل، ما تقلقوش يعني، ان شاء الله كل حاجة تحت السيطرة. هبدأ بمحاضرة التأسيس بتاعت الفيزياء وهكمل. تمام كده انا خلصت المحاضرة التأسيسية. تمام دلوقتي لسه بدري، الساعة 9:15. انا خلصت المحاضرة كده. اول حاجة تمام زي الفل. هروح افطر وبعد كده هرجع اسمع المحاضرة الحقيقية، اول محاضرة يعني في المنهج. تمام يلا جود باي، اشوفكم بعد الفطار. محاضرة من دلوقتي هبدأ في محاضرة مستر محمد عبد المعبود الأولى. بصوا قد كيف 4 ساعات تقريبا، مقسمها على 23 قسم. بصوا يعني كل ده بس يلا ربنا يساعدنا. وانا هعمل فلوج صباحي لحد الساعة 12 الظهر، يعني هينزل على حوالي الساعة 2 أو 3 العصر، وبالليل انا هكمل مع نفسي بس عشان الحق انزل الفيديو النهارده، لان انا ليا كام يوم ما نزلتش. تمام وهوريكم لحد الساعة 12 اكون خلصت. دلوقتي الساعة 11 تقريبا اهي، الساعة 11 الا تلت. يلا نبدأ على طول عشان ما نتأخرش. يا شباب اتأخرت عليكم معلش، دلوقتي الساعة 2 اصلا، الساعة 2 هياتي شايفة واضحة ولا لا؟ بس هي الساعة 2 الا 5 بالظبط. انا خلصت 3 اجزاء تمام وذاكرتهم، فاضل لي اخر جزء اللي هو شدة التيار الكهربي. والمستر بيقولوا ان هو يعني اهم جزء، فانا هاخد بريك كده. طبعا اخدت بريكات قبل كده، بس يعني انا هاخد البريك ده وهختم معاكم الفيديو وهكمل باقي المهام بتاعتي وهنزل لكم في المنتدى انا عملت ايه كده. انا اشطب على المهمة الثالثة اللي هي الجزء الثالث في المحاضرة. تمام وخلاص المحاضرة التأسيسية، خدوا بالكم يعني انا عملت انجاز الحمد لله. هنكمل الجزء ده الاخير واحل الواجب وكده وابقى خلصت. تمام يلا باي، اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تشوفوا انا وصلت لحد فين في قسم المنتدى. باي باي.